خدها صح النوم. السلام عليكم، صباح الخير يا احبتي في الله. النهارده رايحين ايفنت مسار، وايفنت مسار هو تجمع كده للناس الديزاينرز والمبدعين. وبصراحه يعني اول مره اروح ايفنت مسار وما كنتش هعرفه لولا صديقي واخويا حوده، وبما انه معانا فاسيبه يكلمنا عن الايفنت. السلام عليكم. ايفنت مسار ده ايفنت بنتجمع فيه كلنا كمصممين ومبدعين عامه، مش مصممين بس. دي تالت نسخه ليه، اول نسخه كانت في بنها وتاني نسخه كانت في المنصوره. بيجي سبيكرز من كذا مجال مختلف، من الفيلم ميكنج، الفي اف اكس، والديزاين والمانجمنت عامه كبزنس وكده. الايفنت اليوم بيكون لذيذ، يعني بيكون فيه كذا حاجه، فيه خط عربي تقدر تاخد ورق وتروح تكتب اسمك وتشوف الناس اللي بتكتب بخط الثلث وخط الديواني والخط النسخ والرقعه. فان شاء الله يكون يوم لذيذ يعني. الايتنج سيت اب ده اللي هيسطب الويندوز بتاعي. مفيش شغل خالص. استاذنا يا ابني. لا انا كتبت اسمك؟ اكتب اسمك. فاهمين؟ اكتب لك عادي بس شغالك في الماركت. ايوه جميل قوي. يا مساء الجمال. يا هلا. ايه الاخبار يا كبير؟ بصور فيديو خلي بالك. السلام عليكم. كنت عايز اشارك معاكم حاجه لها علاقه بفكره الكارير وفكره الهدف اللي انا شغال عليه. دايما كنت متخيل انه انا لو هاخد مجال الطب ده ككارير كمين كارير بالنسبه لي، فالمفروض ان اي حاجه تانية هي مشتته بالنسبه لي. فتمرين الباركور، ليه اتمرن باركور واضيع وقت في تمرين الباركور؟ ليه اقرا كتب؟ طب ما اخلي كل جهدي وكل تركيزي يبقى رايح للطب عشان ابقى اكبر حاجه ممكنه في المجال ده. وطبعا الموضوع متعلق بفكره سيطره الدنيا عليا او تعلقي بالدنيا بشكل كبير، وتعلقي بالاهداف الدنيويه. ونفس الفكره برضو لو قررت ان انا اخد الفيلم ميكنج ككارير، طب ما الحاجات التانية دي هتعطلني. فالفكره دي الصراحه كانت بعيدا عن انها فكره دنيويه، لكنها كانت بتشتتني بشكل كبير جدا الحقيقه، لحد ما ادركت حاجه مهمه جدا. ادركت لو سمحتوا عايز اكمل تصوير. عايز اكمل تصوير لو سمحت. يلا نصور وبعدين Two hours later. المهم، فاللي ادركته الحقيقه ان انا كانسان مش موجود هنا في الدنيا دي عشان الم اكبر قدر ممكن من العلم، اكبر قدر ممكن من المال، او اكبر قدر ممكن من اي حاجه بشكل عام. وان انا عشان اكون انسان سوي فعلا، وانه الجوهر الحقيقي في الموضوع ان انا اعرف ابالانس، ان انا اكون انسان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، عندي علم وبنفع الناس بالعلم ده، العمل بتاعي عمل نافع، وعارف ان انا احافظ على صلاتي وعلاقاتي مع اصدقائي ومع الناس اللي حواليا، وبلعب رياضه وبحافظ على صحتي. هو ده الجوهر الحقيقي ليا علشان اكون انسان سوي. نعمل ايه بقى؟ المهندس شهيد عمر خلود، ربنا يرحمه، المهندس شهيد عمر. فعايزين دايما نفضل فاكرينه. سيستم في الموشن جرافيكس انك انت تقدر من خلاله تكتشف العيوب فين في الموشن جرافيك فيديو بتاعك. بمعنى لو خدت بالكم الانيماتكس مش ضروري قوي في المرحله الاولانيه اللي كانت معظمها بيغطيها او بيحلها المبرمج، انما الحاجه لما تبقى معظمها 3 دي بالشكل ده لازم لابد منها. اعتقد كده احنا فهمنا فكره عامه عن البي اف اكس المفروض بيعدي ايه المراحل الاساسيه بتاعته.
بتاع مطعم ما بقاش كويس، يعني المطعم بتاعهم ما بقاش كويس. مبسوط يا غيث؟ مبسوط كتير بجد؟ والله يوم رائع يعني. ايه رايك واحنا بنخترق الفلوج بتاع احمد وهو ما يعرفش؟ احمد هدى انت هتاكل فين؟ طبعا المنظر ويرد قوي. هتاكل فين؟ اي حته، شوف حته تعجبك فيها. فكرة تانية لها علاقة بالموضوع اللي كنت بتكلم فيه النهاردة، وهي حاجة كلنا بنعملها الصراحة. لما تبقى مقبل أو داخل على امتحانات فتقوم موقف بقى إيه كل حاجة. لو بتلعب رياضة بتوقف رياضة، لو بتقرأ كتب بتوقف قراية كتب، كل ده عشان أنت مقبل على امتحانات. وكلنا بنسمع عن العيال اللي في ابتدائي ولا إعدادي ويكونوا خلاص داخلين على فترة الدراسة، فأهلهم يقولوا لهم إيه؟ وقفوا بقى ايه حفظ القرآن ده، وقفوا الرياضة دي بقى ايه عشان انتوا عندكم دراسة ومحتاجين تركزوا في الدراسة. احنا كده ثانية نعلي الايزو. احنا كده بشكل لا واعي بنغرس جوه دماغنا انه الدراسة دي اهم حاجة في الحياة، انه احنا حياتنا بتدور حوالين الدراسة. ودي واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نشوف طالب بينهي حياته بسبب ان هو اخفق في امتحان، لان هو متصور ان الدراسة ديت اهم حاجة في حياته وحياته بتدور حواليها. لكن لو الشخص ده حياته متوازنة، بيلعب رياضة، بيقرأ كتب، محافظ على علاقاته الاجتماعية، في جوانب كتيرة جدا في حياته وقع جانب اخفق في الدراسة، اتس اوكي، في جوانب تانية شغالة بشكل كويس. الحمد لله زي الفل. شاي هنشوفه عامل جوه كده. هنزل الحصه بتاع عنده شاي وتحت والعمال عندهم شاي بس ماشي. فالتارجت لو هي هيموريج ستروك ولقيت حاجه بيضه كده باينه انها هيموريج خلاص التارجت بتاعي اقل من 94. ماشي تمام كده. حلو الكلام. يبقى ده اول احتمال ان سي تي تبين لي هيموراجيك ستروك خلاص. فانا هعمل وبناء عليها هنزل بلاد بريشر لاقل من 194، لان انا كل ما يزيد بلاد بريشر كل ما هيزيد البليدنج. ده بديهي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فالخلاصه بقى من النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها النهارده، ان انا كانسان محتاج ادرك ان انا المفروض اعيش الحياه بكافه تجاربها، وانه انا مش موجود هنا عشان جاست ان انا اذاكر وبس او جاست ان انا اشتغل وبس. لا، الحياه فيها تفاصيل كتيره جدا وفيها جوانب كتيره جدا. المفروض انا كانسان سوي او انسان ناضج اعيش كافه التجارب دي. فمحتاج ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى، وديت الغايه وديت الحاجه اللي اصلا احنا موجودين عشانها. محتاج ان انا اهتم بصلتي باهلي وبصلتي بالناس اللي حواليا. محتاج ان انا يكون العمل بتاعي ده عمل نافع، ويكون فيه اخلاص في النيه وفي العمل اللي انا بعمله. واعتقد يعني مش هتوصل للمايند سيت دي غير لما تتخلى ولو بقدر بسيط من سيطرة الاهداف الدنيوية عليك او من تعلقك الزائد بفكرة الدنيا زي ما حصل معايا. بس يعني دي الفكرة اللي انا كنت عايز اشاركها. محتاج اي حاجه؟ ودار الكاميرا بتاعتك عشان ما تتمش منك. لا ما انا خلاص ايه. هكذا نكتفي بفلوج اليوم. كفايه كده. يلا ايه نستنى مع كل الجمهور. سلام. جود باي. سلام.